انا جيت. السلام عليكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وصحة وسعادة وفي احسن حال يا رب العالمين. طبعا فكرة فيديو النهاردة هو عن نسخة تيم دبليو اي فيرجن 9 الاصدار التاسع. حرفيا يا جماعة النسخة ديت بمميزات اسطورية بجد. عايزك النهارده يا حبيب قلبي تفوق كده للفيديو، تعرف الفيديو بيقول ايه وبيتكلم عن ايه، وعلشان كمان تعرف الباسورد بتاع النسخة الجميلة اللي قدامنا ديت. طبعا ومن لون اللوجو زي ما انت شايف عرفنا كده يا حبيب قلبي ان النسخة خلاص لونها احمر. احنا كده خلاص بنعرف لون النسخة من لون اللوجو بتاعها. بس نسخة النهارده حقيقي بمميزات واضافات لاول مرة في اليوتيوب كله زي ما سمعت كده. طبعا الناس اللي بتكلمني على الباسورد يا شباب، انا بسيب لكم الباسورد على الشاشة. الباسورد بكون سايبه كده اهوت، تمام، بيكون مكتوب على الشاشة. فوانا بشرح انت بتكون مركز بتشوف الاضافات بتاعت النسخة والمميزات بتاعتها، والباسورد بيطلع لك على الشاشة بتكتبه عندك وخلاص. فاهم الفكرة؟ بس انا بقى بطلعه على الشاشة في اي وقت. فاهم الفكرة؟ تمام. اول حاجة كده نتكلم بس كلمتين عن النسخة قبل ما نخش في شرحها، الموضوع كله مش هيكمل دقيقة. اولا كده يا حبيب قلبي ان النسخة زي ما انت شايف باللون الاحمر ده، النسخة مكان المتجر، النسخة بحزمة كوم واتساب مكان المتجر. النسخة غير قابلة للتعديل، يعني ملمحش حد سارقها ومنزلها عنده. فاهم الفكرة؟ عايز تشرحها اشرحها زي ما هي. تمام. كمان النسخة بحجم 65 ميجا بايت. تمام، يعني النسخة معاك بحجم 65 ميجا بايت. وكمان النسخة برابط مباشر ميديا فاير. حلو الكلام، حلو الكلام. نخش بقى على النسخة يا حبيب قلبي. النسخة بتفتح معانا بالشكل الجامد ده، بالواجهة الرايقة دي. طبعا سطر الكونفرزيشن ده سطر اساسي. يعني مش سطر مثلا انا مركبه مثلا من الملفات او حاجة، لا ده السطر الاساسي بتاع النسخة اللي انت هتلاقيه اساسي بالشكل ده قدامك. تمام. وده طبعا يا حبيب قلبي شكل الشات. شايف المسج، شايف الانتري، شايف في تذكر هنا، تذكر متحرك اللي هو تذكر الجي بي. تمام. شايف التول بار. نسخة حرفيا نهاية مجالك ده. يعني اللي انا عايز افهمك ان هي دي الواجهة الاساسية بتاعت النسخة. تمام، هي دي الواجهة الاساسية، وهو ده الشكل بتاع الشات العادي بتاع النسخة. تمام، حلو الكلام. طيب يا حبيب قلبي، ده كده طبعا الشكل العادي. ايه المميزات الجديدة اللي انت عايز تشرحها لنا يا عم مايو؟ هقول لك يا حبيب قلبي مايو. طبعا انت هنا جوه الشات، اول ميزه طبعا زي ما انت شايف شكل المسج بالشكل الجميل. يعني المسج شفاف وحواليها حواف لونها احمر، فشكل المسج حرفيا يعني بوم جدا، يعني شكلها رايق قوي. وبص اللون هادي ومريح للعين للناس اللي عينها بتوجعها من الالوان اللي هي الصفراء والخضراء والحاجات ديت اللي بتوجع العين. لا، فاللون ده حقيقي لون هادي جدا وهيعجبك جدا جدا. تمام. ايه الميزه التانية يا عم مايو؟ الميزه التانية يا حبيب قلبي انك لو دوست على الثلاث نقط كل حاجه متعربه زي ما انت شايف. النسخه كلها متعربه تعريب حرفيا رايق جدا، كل الناس تفهمه. اخواتنا اللي في الخليج عموما، اخواتنا العرب عموما، وطبعا اخواتنا المصريين اللي هنا. طبعا تالت ميزه معاك ان النسخه مكتوب هنا عمل لينك شات، يعني انت تقدر تعمل اللي انت بتكلمه لينك شات. الناس بتاعت الشير، اخواتنا بتوع الشير اللي بيحبوا يشيروا. فطبعا يعني انا عايزك طبعا انك تشير بقى النسخه ديت عندك عشان الناس تشوف النسخه وتحملها. وان شاء الله نبقى اكتر عدد يعني على اليوتيوب كله الناس بتستخدم النسخ بتاعته ان شاء الله. يعني تيم دبليو اي حرفيا هينزل لكم بعظمه الفتره اللي جايه، بس اهم حاجه انك تنتظر. تمام. فانت ممكن تعمل عمل لينك شات من هنا لاي حد انت بتكلمه، تعمله لينك شات وتقول له امسك يا عم لينك شات اهو. تمام. طيب ايه كمان؟ احنا بقى عايزين نشوف التصميمات، الديزاين بتاع تيم دبليو اي فيرجن 9 المره دي عامل ايه نظامه. بص يا حبيب قلبي، طبعا احنا كده خلاص شفنا الواجهه. بس هوري لكم اللون الدارك واللون لايت. احنا شفنا كده الدارك، ده اللايت عادي جدا. تمام. نرجع تاني للوضع الدارك بتاعنا. حلو، حلو الكلام. طبعا زي ما انت شايف هنا في مجتمع، انت ممكن تعمل مجتمعات وتكلم فيه ناس، واللي هو الشغل الميتنج دوت اللي في نسخ الاعمال وكلام من ده. ولكن تعال نشوف الميزه الرابعه قبل ما نخش على الديزاينات. طبعا يا حبيب قلبي لما بتدخل هنا على الستوري فانت معاك هنا كده في الشكل ده، واخد بالك من هنا؟ تمام، واخد بالك من هنا؟ هنا في المكان ده كده تقدر انك تعمل ستيت فويس، يعني تنزل على الستوري بتاعتك ستيت ستوري فويس، تسجيل صوتي او مقطع صوتي انت تسجله بصوتك وتنزله عندك على الستوري بتاعتك، والناس اللي عندك اللي بتتفرج على الستوري تسمعها.
فاهم الفكره؟ الناس بقى اللي ما بتحبش تكتب كتير على الستوري، ممكن لو انت عايز تقول حاجه مهمه جدا تسجل. فاهم الفكره؟ اول ما تسجل هتدوس من هنا تسجل، يديك 30 ثانيه انك تتكلم فيهم براحتك وتنزلها ستوري عادي جدا، الناس كلها تسمعها اللي عندك. تمام. طبعا غير بقى ان الستوري طبعا بتلون ستوري وبتغير خطوط وكلام من ده كله. طيب نخش اول حاجه على المود. بتضغط على الثلاث نقط من هنا وتروح على كلمه اضافات التيم، هتلاقي نفسك جوه المود الرايق ده يا حبيب قلبي. زي ما انت شايف شكل المود والخطوط بتاعته، حرفيا المود فوق العظمه. المود زي ما انت شايف كده متقسم كل حاجه لوحدها، البرايفسي، السيم، الهوم، الكونفرزيشن، اليونيفرسيتي، والويدجت، والابديت او التحديثات، وكمان الاباوت. تمام. فطبعا لو شرحنا وضغطنا على البرايفسي، البرايفسي هنا كل حاجه تخص البرايفسي بتاعت نسخ البلس موجوده هنا في النسخه دي. تمام. وعندك هنا طبعا السيم اللي هي السيمات، لو انت بقى عندك سيم بتاعك انت هتلاقيني حاطط في الوصف لينك سيم ايفون للناس اللي بتحب سيمات الايفون، تقدر تركبها على الملف ده عادي جدا ومفيش اي مشاكل. تمام. وممكن كمان من هنا الهوم ده بقى اللي هو شرحنا كله. الهوم هنا طبعا تقدر تغير بقى ايه، البار العلوي من هنا تقدر تغير زي ما انت عايز، تشوف انت عايز تعمل ايه من هنا. وعندك هنا طبعا لو ضغطت على الاسطر، ومن اسطر كونفرزيشن معاك 40 سطر كونفرزيشن يا حبيب قلبي، غير السطر الاساسي الجامد جدا اللي احنا ضايفينه. ممكن ان انت تغير من اي سطر براحتك عادي جدا. تمام. وطبعا زي ما انت شايف من هنا هتلاقي كلمة اسمها الاضافات. زي ما انت شايف كلمة الاضافات دي بقى انت لو دخلت على كلمة الاضافات تقدر انك تعمل ايه، هتلاقي التقسيمة بتاعتنا فيها كل الاضافات بتاعت النسخة. طبعا النسخة اخر اصدار. تمام. النسخة اخر اصدار، يعني الناس اللي هتحمل النسخة يعني كل سنه وانت طيب. النسخه ممكن تقعد معاك ان شاء الله كده يعني لحد قرب رمضان، وزي ما انت عارف احنا معاك كل شويه اصدارات جديده وكل شويه نسخ جديده، وما تقلقش خالص طول ما احنا موجودين باذن الله. تمام. فهنخش بقى على الاضافات. لو ضغطت على الاضافات بالشكل ده كل حاجه موجوده قدامك. ممكن ان احنا بقى نعدل من شكل التقسيمه في الشكل اللي جاي ونخليها احسن مليون مره من كده. زي ما انت شايف طبعا عندك هنا زراير الفيروس، عندك هنا الوان الشات، عندك هنا اسطر الستوري، زراير الفيك فويس، حركه شتات، تساقط الثلج، حركه 3 دي، كلير كاش، قران كريم، اذكار، ولينكات المطور. تمام. زراير الفيروس زي ما انت شايف حاجه يا برو عظمه. احنا بص كده ستوب كده بقى شويه، سيبك من كل النسخه ونشوف زراير الفيروس العظمه اللي احنا شايفينها دي. ايه الجمدان ده؟ تخفيف واجهه، ورمي فيروس بسرعه، وتشفير فيروس صور، خريطه وملفات، كتالوج، كونتاكت، لينكات، فيديو، اللي هو انت عشان ما تهنكش من المنشن في الجروبات، قص فيروس، فيروس ضغط، تخفيف جوه الشات، اللي هو بقى كل الفيروس الجديد بقى اللي نازل ليه زرار، وقطع النت برساله، وكمان زرار بتاع توثيق الارقام والمنشن الفيك. فاهم الفكره؟ يعني انت يعني لو ضغطت على توثيق الارقام هتلاقي النسخه عندك وثقت كل الارقام، وهتلاقي رقمك انت ذات نفسه توثق. هو طبعا توثيق فيك بس قشطه، يعني دي حاجه محطوطه الاصدارات الجديده. ده روقان ده، يعني ده لوحده روقان، ده عالم تاني. فاهم الفكره؟ تمام. وهنا طبعا بيظهر البروفايل والبايو اللي انت حاططهم. تمام. وعندك هنا الوان الشتات، معاك هنا 40 لون شات. تمام. وال 40 لون يعني شغالين مفهومش اي مشاكل حبيب قلبي. فاهم الفكره؟ حبيت اعرفك حاجه زي كده علشان ما تقولش ان انت عديت على الاضافات بسرعه كده وما شرحتهاش. لا، انا هشرح لك. اسطر الستوري نفس الفكره شغاله، وكمان زراير الفيك فويس شغالين، معاك كمان حركه الشتات شغاله، كل حاجه يا حبيب قلبي شغاله في النسخه، مفيش اي مشاكل. تمام. السيتنج نفس فكره المود، يعني السيتنج نفس فكره المود، هتلاقيها هنا كده من نفس الشكل ومن نفس الديزاين ومن نفس التصميم. ومعاك كمان هنا الاباوت، اخواتنا المطورين هم دول صناع النسخه، وهم دول اللي قدموا العظمه دي. اذا كنت انا او اخويا عبدو ميسي، اخويا الطيب، اخويا العقرب، اخويا اسماعيل، واخويا محمد الكندي، طبعا الناس دي حرفيا كل دي لينكات قنواتهم. الناس دي حرفيا يعني تستاهل بجد كل خير. تمام. فطبعا لو دوست على اي لينك من دول هتروح على لينك القناه بتاعتهم. يا ريت طبعا تشترك في كل القنوات قنوات هتقدم لك كل ما هو جديد في المجال وكل ما هو بعيد عن الهبد. فاهم الفكره؟
تمام كده. فطبعا احنا النهارده شرحنا عن النسخه الجميله ديت، تمام. فاتمنى بس كده انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان اي فيديو جديد ان احنا ننزله ان شاء الله يكون الفيديو بتاعنا ظهر لك على في الاشعارات عندك، تمام. قدم لكم فيديو من السفاح، والسلام عليكم.